سرين راح تخلي كل واحد يذوق البرياني يومكم، راح يسألكم على الطريقة. كملوا الفيديو. امشي امشي امشي، خل اوديك الشاليه. انا تأجل. أول خطوة أكيد راح نسلق الدجاج بعد ما غسلناه ونظفناه كل الزين. نشيل كل الزفرة من عنده وراح نخلي له ملح، 7 بهارات، كركم ونوم بصرة، ونغطيه ونخليه يستوي على راحته. هنا راح نقلل بوتيته، وتقدرون تسوونها بالقلاية الهوائية، أنا مجربتها تطلع كلش طيبة. بعد ما استوى الدجاج راح نطلعه وننشفه كل الزين من المي، وراح نطبخ التمن. التمن أنا أنقعه تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، بس ما أحب أنقعه أكثر. إلا أنتم بيكم عاملينها اللي قبل الضيق من 50. السر الأول راح نطبخ التمن بمي الدجاج اللي راح يكون مليان نكهات من البهارات والكركم والنوم بصرة. هاي الخطوة راح تخلي البرياني يطلع يخبل وياكم. راح نحمس الشعرية لحد ما يصير لونها جوز يطوخ يخبل. وهنا السر الثاني انه نطبخ الشعرية همين بمي الدجاج، راح يعطي نكهة رهيبة للبرياني. بعد ما نشفنا الدجاج من المي راح نشويه تحت الشواية فقط وبالهواء حتى ينشف ويصير يخبل. راح نجمع كل مواد البرياني ونضيف عليها بهارات البرياني سواء جاهزة أو أنتوا تسوونها بالبيت، هذا الشي راجع لكم. واستمتعوا بأطيب برياني.